لو ما كنتش اتفرجت على اول فيديو فانت محتاج تروح تتفرج على اول فيديو، ترجع هنا تاني عشان هنكمل على اللي قلناه في اول فيديو. فيلا بينا. واحدة من أهم الحاجات اللي محتاجين نكون عارفينها من قبل ما نبتدي في أي حاجة، وهي الخطوات اللي هنمر بيها من الأول للآخر، عشان ما نحسش إن إحنا تايهين وهي الدنيا بسيطة في الآخر. في رحلتنا دي هنمر ب3 مراحل، والخطوات اللي هنمر بيها بتسمى بالديجيتال فابريكيشن ورك فلو، أو خطوات التصنيع الرقمي. أول مرحلة عندنا وهي الكاد، الكمبيوتر ايدد ديزاين. فيها بنستخدم الكمبيوتر وبعض من البرامج عشان نقدر نعمل ديزاين للقطعة بتاعتنا. ممكن نفس الخطوات دي تتطبق على ماشينز تانية ديجيتال برضه. ففي حالة ال 3D برينتر انت بتخش على نوع من البرامج اللي هو الكاد عشان تصمم القطعة بتاعتك اللي هتطبعها. ومن اشهر البرامج في المرحلة دي هما 2، فيوجن 360 و سوليد ووركس. ومهم قوي نكون عارفين ان الاكستنشن اللي بنطلعه من المرحله دي في الاغلب بيكون STL فايل، وال STL فايل ده الفايل اللي بيبقى طالع من الكاد او برامج الكاد علشان نخش بيه على تاني مرحله وهي الكام. والكام هنا اختصار لكمبيوتر ايدد مانيفاكتشرنج، واللي فيها برضو بنستخدم بعض من البرامج اللي بتساعدنا ان هي تخطط للماشين بتاعتنا هتمشي ازاي وبسرعه ايه وفي انهي محور علشان تنفذ لنا القطعه بتاعتنا. وزي ما في الكاد بيطلع منه STL فايل، في الكام بيطلع منه جي كود فايل. ومهم قوي نكون عارفين ايه هو الجي كود ده. والجي كود هو زي لغة برمجة بنستخدمها علشان نوصف للمكنة بتاعتنا هي تتحرك بأنهي موتور وفي أنهي محور وبأنهي سرعة. وفي حالتنا في حالة ال 3D printer والنوع البرامج اللي بتستخدم في مرحلة الكام لل 3D printer بتسمى بالسلايسرز. والسلايسر جاية من ان البرامج دي فعلا بتقطع القطعة بتاعتك لطبقات فوق بعض، بحيث البرينتر يبقى عارف هو هيطبعها ازاي وكل طبقة ليها ارتفاع ايه. ومن اشهر السلايسرز وهم كورا سلايسر وبروزا سلايسر وبامبو ستوديو. وعلى حسب انهي ماشين انت بتستخدمها او انهي برينتر انت بتستخدمها بتختار واحد منهم. وفي الاغلب كورا سلايسر هو برنامج جنرال شوية وبيضم كل الماشينز غالبا، ولكن لو انت بتستخدم 3D برينتر من نوع بامبو لاب فانت هتحتاج انك تفتح من بامبو ستوديو، ولو بتستخدم بروزا فانت هتحتاج انك تفتح من بروزا او كورا عادي. فيبقى كده في اول مرحلتين وهما الكاد والكام، بيطلع لنا من الكاد STL فايل وبيطلع لنا من الكام جي كود فايل. والجي كود فايل هو ده اللي بناخده وبنروح بيه على ثالث مرحلة وهي تشغيل المكنة نفسها. تمام، خلينا دلوقتي نبتدي باول حاجه ان احنا ننزل البرنامج السلايسر بتاعنا. فالسلايسر بتاعنا هيبقى اسمه بروزا سلايسر لان احنا هنستخدم ال 3D برينتر بتاعتنا نوعها بروزا. فهننزل من هنا، خلينا نكتب ونبتدي نشوف هو بيتداونلود منين. فهنلاقي ان الموقع بتاعها اهو داونلود، ندوس عليه هتنزل هنا بقى كده. نقفل الاعلان ده بس. حلو، عندك داونلود فهنعمل داونلود اهو، وهيجي لنا كذا نسخه. فطبعا هتختار ان كنت انت بتستخدم لينكس ولا ماك ولا ويندوز. فاحنا هننزل ويندوز من هنا، وبما ان انا اصلا منزله انا هندوس هنا وتكمل تعمل نيكست نيكست وتنستول عادي البرنامج. يبقى كده خلاص انت تمام معاك البرنامج بتاعك. تمام، دي اول خطوه. الخطوه التانية تعالوا نخش بقى على الفايل نفسه. احنا فتحنا الفايل نفسه بعد ما نزلناه طبعا في اول فيديو. فتحنا الفايل نفسه اهو، ده اللي هيظهر لك. فهتلاقي ان هما 4 مع بعضهم. طبعا احنا هناخد واحدة بس نطبعها يعني. فمحتاجين نعمل سبليت، يعني نخلي كل واحدة لوحدها. فهنخليها into ports بس، بحيث ان نعرف نتعامل مع كل واحدة لوحدها. طبعا دقيقة واحدة، نعمل تاني objects. تمام كده انا اقدر اتحكم في الواحدة بس. اللي احنا اخترناها ان هي هتكون دي، فهنمسح دول. فدي هنشيلها، دي هنشيل كل دول وهيتبقى لنا دي. تمام، خلينا نخلي السلايسر بتاعنا هو ليه 3 مودز. ففي البيجنر والنورمال والاكسبرت. احنا مش محتاجين الاكسبرت، احنا عايزين البيجنر عادي جدا. تمام، فدي اول حاجة هتكون معانا. احنا عندنا هنا ال واجهة البرنامج دي فيها كذا حاجة، بس هما كذا حاجة قليلين بالنسبة للمودز التانية. اللي احنا محتاجين نعرفه بقى بالترتيب كده. تعالوا نبتدي من اليمين هنا.
لو جينا نبص على اول حاجه هنلاقي ان هي البرنت سيتنجز، فهو بيتكلم بيديني كذا رقم وانا مش فاهم اي حاجه من الارقام دي. بس لو جينا نفكر كده هنلاقي ان هي دي اسمها اللاير هايت. هقولها لكم دلوقتي كمان بالظبط دقيقه. انت عندك ال 3D printer بتاعنا بيطبع طبقات، فكل طبقه بيبقى ليها هايت او ارتفاع ثابت، بحيث ان هو على حسب الارتفاع ده الكواليتي بتاعتها بتبقى عامله ازاي. اللاير هايت مش عارف هنلاحظها من هنا ولا لا، بس لو تلاحظ ان اللاير هايت هنا بوينت 3، هتحس ان هو انت تقدر تلمسها، تحس الفرق بتاع الطبقات من واحده للتانيه. لو جينا نبص هنا ده بوينت 2. كل ما بنصغر كل ما بنلاقي ان البارتايه الفينش بتاعها من بره احسن وانعم كمان. فهنا الملمس هنا خالص هنا انعم شويه، ده بوينت 1 هنلاقي ان هو انعم خالص عن الاتنين اللي فوق. و 0.05 ده بقى خلاص، يعني ده حرفيا ده احسن واحد فيهم، الديتيلز بتاعته يعني كلها كويسه. المهم ان دي كل الارقام بتاعت اللاير هايت بتاعتنا. احنا في الاغلب هنحتاج ان احنا نطبع حاجه الكواليتي بتاعتها متوسطه، يعني ولا هي جامده قوي ولا هي قليله قوي، فالكواليتي بتاعتها متوسطه في الاغلب بتكون 0.2 ملم اللاير هايت. وفي طبعا بوينت 2 في منها السبيد وفي منها الكواليتي. يعني نختار الكواليتي عاديه، فهندوس عليها ونعمل سيف تمام. فاحنا كده اخترنا اول حاجه دي اللاير هايت. تاني حاجه الفيلامنت. الفيلامنت بتاعنا لو ما كناش قلنا قبل كده، فالفيلامنت اللي هو البلاستيك، والبلاستيك ده بيبقى فيه منه 3 انواع. نوع اسمه PLA، النوع التاني اسمه PETG او PETG، والنوع التالت ABS، وفي نوع رابع اسمه TPU او الفليكس. الاربع انواع دول اكتر 4 انواع كومون قوي ومنتشرين قوي في السوق، وفي الاغلب دول اشهر 4 انواع يعني بيستخدموا. احنا دلوقتي هنختار البي ال اي، وبعد كده ممكن نبقى نعمل فيديو عن ليه بختار نوع معين عن نوع تاني وانا باجي بطبع قطعه انا عايز اطبعها مثلا. فخلينا نبتدي بالجينيريك بي ال اي عادي جدا. تالت حاجه عندنا هنا هنلاقي البرينتر بتاعنا. مهم نكون عارفين احنا هنطبع على برينتر نوعها ايه. انا عارف انا هطبع على برينتر نوعها ايه، هي اسمها بروزا MK3S او MK3S بلس. يعني المكان اللي انا هطبع فيه هيبقى فيه الاتنين برينترز دول. فانا عملت اد ليهم من هنا. لو دوسنا هنا نلاقي فيه اوبشنين، هندوس على اول اوبشن ده اللي بيبقى فيه انواع البرينترز بتاعتك، بتختارها وبتعمل اوكي وخلاص على كده يعني. ممكن نبقى نعمل، ممكن ابقى اسيب لكم فيديو تحت في الديسكريبشن بيبين تفاصيل الانستول بتاع البرنامج وكل حاجه بالتفصيل يعني، بس عشان وقت الفيديو هنا ما يزيدش. رابع حاجه عندنا في حاجه اسمها السبورتس اللي هي الدعامات، وبرضو دي هنعرفها. السبورتس دي الدعامات اللي انا ببقى محتاجها عشان القطعه بتاعتي تطبع. هل انا اصلا هنا القطعه بتاعتي دي طايره على الهواء ولا هي اصلا مسنوده؟ فلو جينا عمالين نحرك ونلف وندور اهو هنلاقي ان هي البيد نفسها مش طايره في حاجه او كده، فاحنا مش محتاجين هنا سبورتس. ففي 3 اختيارات. خلينا مبدئيا هندوس على نون ونبقى كده اخترنا السبورتس بتاعتنا. الاوفر هانجز او سبورتس دي احنا مش محتاجناش بيها في البورتايه بتاعتنا، ولكن دي مهمه برضو. هنا بيوضح ان لو مثلا احنا طابعين حرف بالطريقه دي فهو بيبقى مطبوع، ده البيد بتاع البرينتر بيبقى مطبوع بالشكل ده. طبعا هتلاقي ان هنا دي والبرينتر بيحاول يطبع، هتلاقي ان هو بيطبع على الهواء. في اوقات بتبقى البرينتر تقدر تطبع كده طالما مسافه صغيره، فتقدر المسافه دي ما بتاثرش قوي في ان هي تخلي البورتايه تطبع بالثانيه دي كده. غير دي مثلا حرف التي هنا ده طاير وده طاير تماما، فهنا هو محتاج سبورت، محتاج حاجه تسند البرينتر، محتاج حاجه يسند عليها عشان يطبع الحرف ده كده كله. فهنا لما زودنا السبورت او الاوفر هانج، طبعا البرينتر بتطبع دي الاول قبل ما تطلع لغايه هنا يعني، بتطبع بالطريقه دي بحيث ان هي تطلع في الاخر مظبوطه، مش في حاجات طايره في الهواء كده زي دي. برينتر بقى مع زوايا معينه يقدر يستحملها، يعني يقدر يستحمل يطبع تمام زي الفل. دي الزاويه بتاعتها يعني لحد ما البرينتر قادر يهندلها. لكن لو حاجه تماما طايره كده في الهواء خالص، مفيش حتى تدريجه زاويه كده طالعه زي دي، فهو مش هيقدر يهندلها كويس يعني. بالنسبه بقى الانفل ده بارامتر من ضمن البارامترز، بيقول لنا هو هيملى البورتايه بتاعتك دي من جوه بنسبه قد ايه، وممكن تتحكم في الشكل كمان، بس دي سيتنجز ادفانسد شويه دلوقتي احنا مش محتاجينها. احنا محتاجين نعرف بس ان هو بيملى جوه القطعه بتاعتنا بنسبه 15%. لو احنا اخترنا 15%، فيبقى كل ما نزود الانفل كل ما بيبقى متانه القطعه بتاعتنا بتبقى
اكبر واحسن يعني. فاحنا هنختار 15% عادي، لان هي دي ميداليه مش هنحطها في حاجه تستحمل ضغط يعني مش، فدي حاجه. القطعه بتاعتنا لو صغيره قوي فاحنا محتاجين ان احنا نعمل زي حاجه تمسكها تثبتها في البيد بتاعتنا بتاعت مثلا يعني هنحطها للاحتياط، هنختار حاجه اسمها بريم نفعلها كده. البريم ده حاجه بتتحط حوالين، مش حاجه بقى، هو بيبقى فيلامنت زيادة بيتحط حوالين القطعة بتاعتك، بحيث ان هي الفيلامنت الزيادة اللي حواليها ده يكون لازق في البيد، فيبقى ماسك معاك القطعة نفسها الأساسية بتاعتك. وطبعا بيبقى خفيف شوية بحيث ان هو تقدر تشيله بعد كده عادي بدون يعني صعوبة. و15% دي ما اخترتهاش على اساس علمي ولا حاجة، يعني هي عادي انت ممكن تختار 30، ممكن تختار حاجة و60، اي حاجة يعني، بس انا هختار 15 هنا عادي، انا مش محتاج كل ده يعني. رابع حاجة بقى عندنا او خامس او سادس حاجة اسمها الاوبجكت مانيبيوليشن. هنا من الحتة دي بتعرفنا ان الانفل زي ما انتم شايفين، عشان نبقى فاهمينه هو قد ايه احنا بنبقى عاملين حشو في البارتايه بتاعتك. فهنا انت هنا من 5 ل 15%، من 20 ل 35 بيبقى بالشكل ده، يعني بتبقى مزود قوي الحشو بتاعها بحيث ان هي ممكن تقدر تستحمل الضغطات. ومن 40 ل 60 بيبقى شكلها بالمنظر ده كده، اكنها ايه، كأنها ممليه تماما خالص يعني. وكل ما بتزود كل ما بتخلي ان البارتايه بتاعتك تستحمل ضغط اكتر وكده. البوزيشن بتاعنا في الاكس وفي الواي وفي الزد قد ايه، بتقول لي ممكن اعمل لها روتيت، بتقول لي ممكن اعمل سكيل بقد ايه، وبتعرفني السايز بتاعها الحقيقي هيبقى قد ايه. فاحنا هنا لو جينا نبقى عايزين نعرف السايز بتاعها في الحقيقه هتبقى عامله ازاي عشان نتخيلها شويه، فتلاقي ان في الاكس 40 مللي، في الاكس اللي هو في الناحيه دي كده، ده الاكس دايركشن 40 مللي. 40 مللي ده يعني 4 سنتي. وفي الواي الاتجاه في الواي كده فهيبقى 46 ملي، فهيبقى 4.5 سنتي يعني يعتبر. وفي الزد 4 ملي، يعني أقل من نص سنتي ب1/10، يعني هيبقى ده ارتفاعها اللي هو هيبقى 4 مللي. فده بيقول لك سايز وورلد، فيبقى دي السايز بتاعها في الحقيقه. فدي الجزئيه اللي هنا اللي على الجنب اليمين دي. طبعا عندك هنا كذا اوبشن، في حاجتين اسمهم الرينج والرينج بيد. لو انت دوست هنا كده فهو بيحط القطعه بتاعتك او القطعه بتاعتك في مكان يكون كويس ان البرينتر تطبعه بسرعه وما تاخدش وقت كتير، لانه طبعا البرينتر على حسب البوزيشن ممكن تاخد اوقات كتيره في الطباعه وكده. وهنا طبعا عندك هنا الميجر، انت ممكن تقيس فتختار بقى الارتفاع او العرض او ايا كان. بليس اون فيس، بليس اون فيس دي بتختار انهي وش اللي هتخلي تنيم عليه، تخلي القطع مسنود عليه. فانا مثلا لو اخترت الوش ده فهنلاقيها مطبوعه واقف كده. لو انا مثلا عايز اطبعها، لا عايز اطبعها وهي نايمه مثلا، لا عايز اطبعها وهي نايمه فهطبعها كده اهي. عايز اعمل روتيت، فعندي ممكن اعمل روتيت في الاكس مثلا، ممكن اعمل روتيت وهنا ده الواي، فانا ممكن اعمل روتيت في الواي، وممكن اعمل روتيت في الاكس، يعني في كل المحاور حقيقي يعني. ونعمل ممكن نعمل سكيل، فانت ممكن تقعد تصغر وتكبر اهو زي ما انت عايز. في الاغلب انت لو عايز تعمل سكيل مثلا، لو شايف ان هي صغيره شويتين مثلا، السكيل اهو 100، خليه 150 مثلا. لو هي عايزه تبقى تكبر ف 150 هيدي لك السايزات بتاعتها. على حسب السايز انت هتقرر ان تمام هعمل سكيل بالرقم ده ولا لا. واخر اوبشن عندنا هنا وهو الموف ان انا احركها اصلا في اي حته تانية. بس خلاص خلصنا كل السيتنجز بتاعتنا، يلا نعمل حاجه اسمها سلايس، ان هو يخليها يقطعها طبقات عشان البرينتر تطبعها. فلو جينا نبص هنلاقي ان اهو البريم اتعمل، بيوريك كل حاجه هتبقى على الحقيقه عامله ازاي. الحاجه الخط رفيع قوي اللي حوالين البارتايه بتاعتنا ده اسمه سكيرت. السكيرت دي يعني زي اوت لاين بيتحط كده، ان هو ايه، انا هطبع في الحته دي حاجه عامله بالشكل ده، بحيث ان مفيش مثلا اي بارتايه تانية تكون جنبيها او كده تخش فيها وهي بتطبع يعني. ده بيساعد ان القطعه بتاعتنا تلزق في البيد اكتر. ولو جينا نقرب كده نزوم هنلاقي ان القطعه بتاعتنا، بص السلايسر هو عملها فعلا طبقات، عملها سلايسز، كل سلايس كده ليها ارتفاع. والانفل لو جينا نبص اهو، ده الانفل الاحمر ده، فده شكل الانفل. المفروض ان هو الانفل ده بيفرق بقى في القطعة نفسها بتاعتك بعد كده، يعني هي تستحمل ولا مش تستحمل ولا كده يعني. ده بيبين بس شكل الانفل، ما بيبينش الانفل نفسه يعني من جوه عامل ازاي. بصوا لو جينا بقى نقلل في الطبقات، طب ده شكلها وهي 15%، فتيجوا نزود شوية، هنلاقي ان شكلها هيتغير طبعا. بصوا بقت اكتر ازاي. لو جينا نخليها 70%،
نعمل سلايس، بصوا اكنها ممليه خلاص. لو جينا نعمل 5% مثلا، فده الشكل بتاعها. فاحنا طبعا كل ما هنزود كل ما هيبقى احسن للبورتايه، بس ده في حاله ان انت محتاجها قوي يعني كده تبقى ايه، قويه يعني وكده. احنا بقى عايزين نعمل اصلا نطبعها لونين، فهنخليه ان هو مثلا يجي في النص هنا كده. هنعمل كليك يمين، هنلاقي 3 حاجات طلعت لنا. هو بيقول add color change، يلا ندوس add color change، لان من الحته دي الكلر هيبقى مختلف. هل ده اللون اللي هيطلع اجباري؟ لا، هو بس بيقول لك ان ده لون وده لون. انت بقى عادي بتتحكم في البرينتر بتاعك، بتحط لون تاني لما بيقف هو تلقائي، لان انت عامل في الجي كود بتاعها عامل ان ايه، عند النقطه دي اقفي يا برينتر وخليني اغير الفيلم، فهي فعلا بتقف. بس ويلا نعمل سلايس. عملنا سلايس، فبيقول لي هنا بقى، بيطلع لنا هنا حاجه اليوزد فيلمنت، الفيلمنت اللي هيستخدم بتاعك كام، لان ده لما انت بتروح تطبع في حته فهيقول لك انت تطبع فيلمنت كام جرام، تبقى عارف من قبلها. الاستيميتد برينتنج تايم ده مهم. النورمال مود 16 مينت، فهي في الاغلب هتاخد 16 مينت عشان تطبع يعني. بس هنعمل اكسبورت جي كود ونداونلود. طبعا يعني حلو انك انت تكون كاتب الجرامات اللي انت هتعملها اصلا، ف 2.4 قول 3 جرام، ونسيف وخلاص على كده. ويلا بينا نروح نطبعها على البرينتر نفسه. وبس كده النهارده نكون خلصنا، وفضل لنا ان المره الجايه نشغل القطعه بتاعتنا على البرينتر ونفهم ازاي البرينتر بيشتغل ونشغله بطريقه صح ازاي. وبكده نكون خدنا اول خطوه لينا في عالم ال 3D printing. وبس كده، سلام.